بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هقول لكم ازاي نعمل البرجر ده احسن من ماكدونالدز كمان، وهقول لك على سر التسوية بتاعته وازاي تطلعي بالنتيجة الحلوة دي، وازاي كمان هنعمل العيش الجميل ده ويطلع زي القطن كده، يطلع زي العجينة الأسفنجية بالظبط. هقولك على السر بتاعه اللي المخابز بتستخدمه واليابانيين كمان، وهو العجينة السحرية اللي هي بتتسمى عندنا محسن كي، من محسن العجين أو المحسن الخبز، وهي عبارة عن معلقتين من الدقيق، معلقتين من الحليب، معلقتين من المية. تمام. هناخدهم على تقليب كده على الاول على البرد، وبعد كده هناخدهم على النار تقليب مستمر لغايه ما تلم معانا وتبقى عباره عن عجينه متماسكه زي ما هتشوفوها دلوقتي كده. زي ما انت شايفه اهوت. هنسيبها بقى تبرد خالص، وبعد كده نبدا في مكونات العجينه، وهي عباره عن نص كوبايه من الحليب، عليها معلقتين ونص من السكر، معلقه كبيره خميره فوريه، ونقلبها ونسيبها على جنب عشان نتاكد ان الخميره هتتفاعل معانا كوبايتين ونص من الدقيق بالكوبايه العاديه ديت 250 مللي، ومعانا بيضه وثلاث معالق من الزبده، وممكن تستبدلها بزيت، ومعانا العجينه اللي احنا عملناها دي المحسن الخبز. تمام كده. ومعانا الخميره. تمام. ونص معلقه صغيره من الملح هحطها معاكم دلوقتي، وهنبتدي نعجن. اهم حاجه تعجني كويس جدا جدا مده لا تقل عن 10 دقايق. الملح اهوت. هفضل عجنها كده كويس عشان العجينه معانا تربي عرق وتدينا النتيجه الكويسه. خدتها على الرخامه اهوت، قعدت اعجن فيها. تمام كده زي ما انت شايفه. عجن كده مستمر، خدمها شويه هتلاقيها اتلمت ونعمت معاكي كده زي ما انت شايفه. هتحطيها بقى في قصعه او في بوله مدهونه زيت. تمام. وتغطي عليها تخمر لمده ساعتين لو انت في الشتاء، وساعه واحده لو انت في الصيف. تمام. هي خدت معايا الخمره، هبطتها كده. انا بهبطها ليه؟ عشان اللبابه اللي فيها ما تبقاش عامله زي الهوا من جوه كده، لا يبقى فيها اللبابه من جوه، لانك لو انت ما هبطتش الخمر ده مش هيبقى فيها اي لبابه من جوه، هتبقى عباره عن هوا. تمام. زي ما انت شايفه بكورها كور صغيره كده قد الليمونه، عملت لي 14 كوره. هتشوف هنشكله ازاي بطريقه جميله جدا اهو. نغطي عليهم عشان ما ينشفوش، وناخد بقى كوره كوره زي ما انتم شايفين كده، نفردها نص تبطيطه، مش هتفرديها فرد كامل اهو زي ما انت شايفه. تمام كده. ومعايا هنا الزبده على زيت. تمام. هدهن بين كل اتنين كده دهن الزبده على زيت، واحطهم فوق بعض زي ما انت شايفه، واحطهم اهوت تمام كده. معلش يجيلي تليفون اهوت. زي ما انتوا شايفين كده بنفردها نص فرده، ما تفردهاش فرد كامل. تمام. عشان تبقى سمكها حلو كده. وهندهن بين كل واحده التانية دهن الزبده على الزيت زي ما انتوا شايفين. خدنا بقى كل اتنين عملوا لنا 7 برجرات. هنغطي عليهم بقى يتضاعف حجمهم ويرتاحوا. معانا بقى نص كيلو من اللحمه، معانا معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بهارات مشكله، معلقه صغيره بابريكا. تمام. ومعانا معلقه كبيره كاتشب، ومعلقتين صويا صوص غامقه. تمام. اهو زي ما انت، مفيش اكتر من كده، لا بتحطي بصل ولا بتحطي اي حاجه تانية غير كده. هو ده البرجر الاصلي بتاع ماكدونالدز. تمام. وكمان مش هتعجنها جامد، يا دوبك بس هتخليها كده تشرب البهارات بتاعتها. تمام. عشان انت مش هتعجنها جامد تعمل فتة، لانها مش كفتة. تمام. هي برجر، احنا عايزينها بس تتلم مع بعضها كده وتبقى محببة زي ما انتوا شايفين كده. واللحمة بتاعتنا لازم يبقى فيها 20% دهون. تمام. لازم يكون فيها دهون، لان ديت هي اللي هتمسكها اثناء التسوية. شكلها بقى زي ما انت عايزه. لو عندك مكبس البرجر شكلها بيه، لان عند الغطا ديت ما توقفيش نفسك على حاجه. انا شكلت بيه بين كيسين كده مدهونين بدهنه زيت بسيطه. وعند صينيه هنا عليها برضو كيس تلاجة. تمام. دهناه برضو بدهنه زيت زي ما انت شايفه اهوت. الكيسين دول دهنهم زيت زي ما انت شايفه، وبشكلها بينهم بكل سهوله. مش هتاخد معايا اي وقت خالص، وهتكون متشكله معانا بكل سهوله اهوت. بكورها زي ما انتوا شايفين، وبحطها في الغطا. ده غطا برطمان عادي، وبكبسها كمان كده بكوبايه عشان تاخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت. زي ما انتوا شايفين غطيتها برضو بكيس تلاجة مدهون دهن الزيت، وحطيتها بقى في التلاجة ترتاح لمدة ساعة او ساعتين حسب بقى ما تخلصي حاجتك. تمام. هنا بقى عندنا الكايزر كانت ضعيف حجمه اهوت. عندنا معلقه نص كوبايه من اللبن، ومعلقه قهوه سريعه الذوبان. هدهن الوش بتاعه كده، واكون مولعه الفرن على درجه حراره 200. احطها على هنزل الشبكه على الصاج على طول واحطها عليه، واكون مولعه الفرن من فوق ومن تحت. مش هتاخد معايا ربع ساعه بالكتير وهتكون طالعه. واحط عليها بقى رشه سمسم زي ما انتوا شايفين. وانت بتدهنيها ما تضغطيش قوي عشان ما تضيعيش الهواء والخمر اللي فيها زي ما انت شايفه كده.
وهندخلها الفرن زي ما قلت لكم. تمام. تعالوا بقى نعمل صوص الجبنه الجميل اللي بيتقدم معاها جنب البطاطس. معايا معلقتين من الدقيق على معلقتين من الزبده. تمام. اول ما يصفروا كده زي البشاميل نحط عليهم كوبايه من الحليب زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تتقل معايا هحط معاها كوبايه من الجبنه الشيدر. تمام. انا هنا حسيت ان هي ضيقه مش هتاخدها فنقلتها في وعايه تاني. اول كده ما تغلي وتربط هطفي النار في الوقت ده. في وقت ما احط الجبنه هطفي النار، هي الجبنه هتسيح من سخونيه البشاميل. تمام كده. شايفين المطه بتاعتها جميله ازاي؟ جميل جدا. فيكي انك تحطي شعره ملح تدوقي الجبنه لو مش حادقه حسب نوع الجبنه بتاعك. شايفين شعره ملح؟ انا ما حطيتش لان الجبنه بتاعتي كان حدقها مظبوط. شايفين الصوص جميل ازاي؟ جميل جدا. لو انت عايزه تعززي اللون حطي نص معلقه صغيره بابريكا. هنا الكايزر كان طلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هديله دهنه زبده، ممكن انت تديله دهنه ميه بخ كده، ميه نضيفه عندك ترش عليه وتغطيه بقى عشان يبقى طري وجميل معانا، يطرى كده من البخار بتاعه. تمام. غطيته هنا 10 دقايق. شايفين بقى الجمال؟ جميل جدا جدا. اسفنجة بسبب محسن العجين اللي احنا عملناه. شايفين؟ على فكرة اليابانيين بيستخدموا المحسن ده في الخبز بتاعهم. شايفة عاملة زي القطنة بالظبط. شايفة جميلة ازاي واتفتحت معانا بكل سهولة ازاي؟ تشكيلها سهل وبسيط واي حد ممكن يعمله زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نعمل الصوص اللي احنا بنحطه على الكايزر. معانا معلقتين من المايونيز عليهم معلقتين من الكاتشب وهنقلبهم مع بعض. عايزه تحطي 3 حسب كميه، وهي بيساووا بعض. مايونيز وكاتشب قد بعض. حطي معلقتين كاتشب هتحطي معلقتين مايونيز. تمام. وتقلبهم كده مع بعضهم لغايه ما يتداخلوا في بعض كده زي ما انت شايفه. يلا حبيبتي اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالوا بقى نجهز الخضار بتاعنا. عندنا هنا بصلايه هنقطعها زي ما انتم شايفين كده شرايح ونحاول بقى نفرفطها من بعضها كده. ومعانا معلقه زبده على النار بتسخن او بتسيح معانا. تمام. هنحط بقى البصلايه ديت في معلقه الزبده ديت ونحط عليها شعره من الملح. تمام كده. وشويه ونص معلقه من السكر عشان البصله تتكرمل وتاخد اللون الجميل وتدبل. ممكن في ناس بتحط البصل زي ما هو، بس انا اطفالي ما بيحبوش، بيبقى طعمه حاد عليهم، فلما تكرمليه كده بيبقى جميل. على ما البصله تتكرمل هنجهز الخضار بتاعنا. معانا هنا طماطم هنقطعها شرايح زي ما انتم شايفين. وهنجهز الخس او الكابوتشا المتاح عندك حطيه. تمام كده. هتقطعها شرايح زي ما انت شايفه. يلا حبيبتي انزلوا حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس. هنا كانت البصله اتكرملت. هنحش البصله وفي نفس الطاسه هنسوي اللحمه بقى بعد ما طلعناها. خدت ساعه او ساعتين في التلاجة حسب وقتك وحسب ما تحبي ان هي ترتاح. تمام. هي خدت معايا ساعتين في التلاجة. تمام كده. هسويها بقى على ناحيتين تاخد الكرمله ما تقلبهاش الا لما تاخد اللون ده من تحت. تمام كده. زي ما انتوا شايفين استوت وما خدتش معايا اي وقت. ما تغيبهاش في السوا عشان ما تنشفش معاكي وتفضل طريه وجوسي كده من جوه زي بتاع بره. احسن من بتاع بره كمان والله. نظافه اللحمه بتاعتنا مضمونه والخضار بتاعنا مضمون. وشوفوا الدقيق والخبيز بتاعنا مضمون احلى من بتاع بره بكتير. ونظافه وحاجه حلوه تعمليها لاولاد. يلا هنا بقى هنبتدي بقى نركب مكوناتنا بقى. هنا طماطم، خيار، الجبنه ديت بتاعه الكايزر او اللي هو الكنتاكي او البرجر بتاعنا. دي الجبنه بتاعته، ممكن تستخدمي جبنه فلامنك. تمام كده. هنبتدي بقى نبني الكايزر بتاعنا زي ما انتوا شايفين. بنحط الصوص بتاعنا اللي احنا عاملينه، بعد كده الخس، بعد كده الطماطم، بعد كده الخيار. ابني بقى زي ما انت عايزه بالترتيب اللي تحبيه. تمام. وهنا حطينا الجبنه وحطينا الصوص اهوت. في ناس بتحب تحمص العيش تمام في نفس الطاسه مثلا. انا اولادي ما بيحبوش فما حمصتوش. تمام. وهنا كنت حمرت بطاطس كمان زي ما بتجيلنا مع عند ماكدونالدز. شايفين؟ ابني بقى بالطريقه اللي تحبيها. اهم حاجه تحط الخس الاول على الكايزر عشان الصوص اللي هينزل من الطماطم والبصل والحاجات دي ما يبوش العيش معانا. شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه جميله؟ جميل جدا جدا. يلا يا حبايبي مع السلامه.